بيراميدز اتعمل كيد في النادي الاهلي. تعالوا نشوف. نتكلم في الجزئيه بتاعه انه بيراميدز اتعمل كيد في النادي الاهلي. المستشار تركي آل الشيخ لما اشترى نادي الاسيوطي سبور اشتراه في صيف عام 2018، وبعدها باع النادي في صيف عام 2019 للمستشار سالم الشمسي الاماراتي. طيب، خلال الفترة دي كلها المستشار تركي آل الشيخ هو الرئيس الشرفي للنادي الاهلي. امتى تم رفع اسم المستشار تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي؟ تمت في صيف عام 2020، يعني بعد ما باع النادي بسنة كاملة. هنا انا مش بدافع عن المستشار تركي آل الشيخ، لكن انا بقول لك هو انت ازاي بتقول ان هو اتعمل كيد في النادي الاهلي والراجل اللي عمل النادي كان الرئيس الشرفي للنادي الاهلي؟ 2018 قرر المستشار تركي آل الشيخ شراء نادي الاسيوطي سبور وتحويله لنادي بيراميدز. كان نادي الاسيوطي سبور ده تمتلكه عائلة الاسيوطي، وعلى رأسهم الحاج محمود الاسيوطي، وهي عائلة مصرية موجودة في محافظة بني سويف. ونادي الاسيوطي موجود في محافظة بني سويف، عشان في ناس كتير متخيلة انه نادي الاسيوطي ده في محافظة اسيوط. لا، هو في محافظة بني سويف، ويتبع مديرية الشباب والرياضة في بني سويف. ولحد دلوقتي نادي بيراميدز يتبع مديريه الشباب والرياضه الموجوده في بني سويف. المستشار تركي آل الشيخ للنادي قام بجلب صفقات كبيره قوي للنادي، والابقاء على 7 لعيبه فقط من اللعيبه اللي كانت موجوده في نادي الاسيوط سبور. على راس اللعيبه دي كان حماده طلبه، شريف دابو، نبيل عماد دونجا، ومهند لاشين. لما ظهر في الدوري المصري سنة 2018 شهد تواجد محترفين بكواليتي عالي قوي ما شفناش زيه في الدوري المصري، زي كينو وعمر خريبين وكريستيان بنافنتي. ايه رأيك؟ وقول لنا في الكومنتات انت ليه شايف انه بيراميدز اتعمل كيد في النادي الاهلي؟